كنت بحيي على كابتن احمد شوبير وبستمتع بيكم جدا يعني صراحه. انا قبل ما اخش جولتك محب التوأم سامح حسام وجمال حسن. كويس. وكنت عايز اعلق على مباراه امبارح يعني زي تعليق كده. يلا اتفضل. اولا بالنسبه لماتش امبارح والنقد اللي اتهاجم لحسام حسن بشده بعد المباراه، عايزين نوضح بعض الاشياء برضه. حسام حسن في البدايه اللي وصل بيه منتخب الاردن الملحق العالمي ده في حد ذاته ده انجاز. يعني الاردن ما لعبش مديشه وديه خالص مع فرق عالميه قبل كده بحجم الاوروجواي، فان هو يوصلهم لهذه المرحله ده في حد ذاته انجاز. ده واحد. اثنين كنت عايز اعلق برضه على مباراه امبارح في شيء. لو بتتفرج على الماتش وحضرتك يعني الاردن ماسكه كوره طول الماتش. شوف تاني من بدايه من الدقيقه 1 لحد الدقيقه تقريبا 30 كوره لاحمد هاني، كوره للباك اليمين عدنان، لعلي الصيفي، لمصعب النحاس، بس ليه فرق الخبرات؟ اللعيبه مش متعوده تلعب. انت واضح يا انس ان انت يعني لا كمان محلل كويس، لان انا اتفرجت على المباراه انت مطولها شويه 30 دقيقه بس هم بتاع حوالي 15 دقيقه، بس انا عايز اقول لك الانتقاد حتى برضه الاردن ماسكه كوره. العمليه ان اللعيبه الاردن كبان وسواريز اللعيبه اللي بيشوفوا في البلاي ستيشن ان هم ازاي دلوقتي يلعبوا لعيبه فهو بحجم الكلام ده. انا عايز ارجع حته لا وصلت رسالتك يا انس خلاص، يعني وصلت 100% ان انت تدافع عن التوأم، واحنا طبعا هندافع عنهم. واللي بينقد برضه عايزين نعرف ان النقد نقد فني.